أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. أهلا بكم يا شباب. مراجعة شهر إبريل إن شاء الله التي لن يخرج عنها الامتحان بإذن الله. يلا بينا يا صديقي نبدأ بالسؤال الأول ونقول يلا بينا يلا بينا يا قلبي يا فلذة قبتي. سؤال جامد جمودة وعمك عادل هيقول لك، بيقول أي الاختيارات التالية تعبر عن التوزيع الإلكتروني لأيون الهيدروجين في هيدريد الليثيوم؟ بص يا قلبي، إيه ما بتكتبش ليه؟ اكتب يا ولا، اكتب يا ولا أهو. هيدريد ليثيوم هو ماله؟ لا ثانية بقى الخط كان حلو من شوية، قال لي ليه بقى؟ نفهم احنا أهو. بص كده يا صديقي، ده اسمه إيه؟ هيدريد ليثيوم. عرفت ازاي يا دكتور ان هو هيدريد ليثيوم؟ اهو بالشكل اللي هو مديهولك ده هيدريد ليثيوم. طب يعني برضو ايه هو الهيدريد الليثيوم ده؟ ده مركب عدد تأكسد الهيدروجين فيه بكام؟ بسالب واحد، والليثيوم موجب واحد. سالب واحد وموجب واحد، الله ينور يا دكتور. تمام، ده لما يبقى سالب واحد معنى كده انه هيكتسب الكترون. طب ما الهيدروجين اصلا كان عنده توزيعه 1s1، طب لما يكتسب الكترون هيبقى 1s2. يبقى اجابتك هتكون ايه؟ الايون بتاع الهيدروجين هيكون ايوه 1s2. 1s2 ماشي يا دكتور. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اي الاختيارات التاليه يعبر عن نواتج التحليل الكهربي لكل من مصهور؟ مصهور يعني حط لي NaCl موجب وCl سالب ومفيش غيرهم. محلول يعني Na موجب وCl سالب، بس خلي بالك معانا H موجب ومعانا OH سالب. انا بقول لك بس عشان تبقى واخد بالك. تعالى نعمل تحليل كهربي. اولا هتجيب نواتج التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم، نواتج التحليل الكهربي المصهور. انت اخدت المصهور، تعالى جاوب الاول على المصهور وبعد كده جاوب المحلول. المصهور، انت عارف ان ايون الصوديوم يروح ناحية القطب السالب ويحصل له عملية اختزال. ده هيروح عند الكاثود اهو، ده عند الكاثود، وده هيروح عند الانود. طب يلا، يبقى اجابتي ايه؟ ثانية واحدة يا دكتور. يبقى مستر اتفضل ثانية واحدة بس، اتفضل دقيقة واحدة علينا بس. يبقى الكاثود هيروح عنده يتكون عنده فلز الصوديوم، صح؟ والانود يتصاعد عنده غاز الكلور. يبقى هي دي الاجابة. خلاص، طب ما انا جاوبت اول جزء، يبقى بالتالي الجزء ده كله صح. يتصاعد غاز الهيدروجين. خلي بالك المحلول غير المصهور. هنا جهد اختزال، حاجه اسمها جهد اختزال الهيدروجين عالي، فهو اللي بيروح عند الكاثود بدل الصوديوم، لان جهد اختزال الصوديوم قليل. الكلام ده هتعرفه في الكيمياء الكهربائيه ان شاء الله في السنه الجايه في ثالثه ثانوي. ولكن الاجابه هتكون يا صديقي ده. السؤال اللي بعده، اي من التفاعلات الاتيه لا يمكن استبدال الغاز الناتج منه بغاز الاكسجين عند امراره على سوبر اكسيد البوتاسيوم في وجود حفاز او عامل حفاز؟ هقول له واحده واحده، اسمع بقى معايا وركز. يا مستر انت بتقول لا يمكن استبدال الغاز الناتج منه، طب تعال نشوف كل واحد الغاز الناتج منه ايه. التحلل الحراري البيكربونات صوديوم ده هيطلع ثاني اكسيد كربون، ماشي. طب ما ثاني اكسيد الكربون هعديه على اكسيد البوتاسيوم هيطلع، او عديه على سوبر اكسيد البوتاسيوم هيطلع اكسجين، ماشي. يبقى ده تمام. احنا عايزين مين لا يمكن. لا يمكن تفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. يا ابني كربونات صوديوم اهي مع ال HCl هيكشف ده عن ده، يبقى يطلع بره عندك NaCl زائد H2O زائد CO2. برضو طلع ثاني اكسيد الكربون، هيعدي ثاني اكسيد الكربون على السوبر اكسيد هيطلع اكسجين. التحلل الحراري لكربونات الليثيوم، التحلل الحراري لكربونات الليثيوم هينتج عنه ثاني اكسيد كربون. طيب د، ذوبان نيتريد الليثيوم في الماء Li3n، ده لو داب في الميه يطلع ايه؟ ايوه يطلع هيدروكسيد ليثيوم ومعاه NH3، اسف يطلع NH3. طب يا قلبي فين الCO2؟ ال NH3 هيعمل له ايه سوبر اكسيد البوتاسيوم؟ ملوش علاقه. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون د. الاجابه د. تعال نشوف اللي بعده. اي من الاملاح الاتيه هو الاعلى ثبات حراريا؟ مين اعلى ثبات حراري؟
جميع الكربونات لا تنحل بالحرارة ما عدا كربونات الليثيوم. حلو يا صديقي. طيب بالنسبة للنترات، النترات تنحل انحلالا جزئيا، يبقى طلع النترات بره الحسبانة خالص، دي أقل ثباتا لأنها بتنحل. مين اللي لا تنحل؟ الكربونات. بس الكربونات الليثيوم تنحل عند 1000 درجة سيليزية، لكن كربونات البوتاسيوم لا تنحل ولكنها تنصهر. سلام يا دكتور. 5. أي من الاختيارات التالية يعبر عن عنصر من عناصر الأقلاء يتفاعل مع غاز النيتروجين؟ عنصر يستخدم في صناعة بطاريات الهواتف الذكية، صح. طب مين هو؟ هو عنصر الليثيوم. الليثيوم لما بيتفاعل مع النيتروجين يكون لي ايوه Li3N، نيتريد ليثيوم. يبقى الإجابة دي صح. ألف. 6. أي الاختيارات التالية يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات الكيميائية اللازمة للحصول على كبريتات صوديوم من فلز الصوديوم؟ من فلز الصوديوم. تعالى واحدة واحدة كده نجرب. امرار غاز الكلور على فلز الصوديوم يطلع NaCl. تعمل له تحليل كهربي للماسور يطلع ال Na لوحده. اخد ال Na اعديه امرار الغاز، لا ده بيقول لي امرار الغاز يعني هطلع الكلور اعديه على على الحمض الكبريتيك، غلط طبعا. تفاعل الصوديوم مع الاكسجين يطلع فوق اكسيد سوري فوق اكسيد الصوديوم، او فوق اكسيد يعني فوق الاكسيد، مركبات فوق الاكسيد. ذوبان الناتج في الميه يطلع هيدروكسيد صوديوم NaOH. تمرر عليه ثاني اكسيد الكربون، لا ده يطلع كربونات صوديوم. الاجابه خطا. نفس النظام، امرار ثاني اكسيد الكربون، لا هيطلع كربونات صوديوم. امرار غاز الكلور على فلز الصوديوم، ماشي ادي NaCl. تحليل كهربي يطلع ال Na والCl غاز. بيقول لك وضعه او تفاعله مع حمض كبريتيك، صح، لان ال Na لو اتحط مع حمض كبريتيك فالصوديوم يحل محل الهيدروجين. تعال اكتب لك المعادله. الصوديوم يحل محل الايه يا اولاد؟ يحل محل الهيدروجين اهو، اكثر نشاط منه، فيطلع Na2SO4، وطبعا يطلع معاها ايه؟ هيدروجين. يبقى اجابتك يا صديقي هي هتكون الاجابه د. السؤال اللي بعده بيقول يمكن ازاله عسر الماء الدائم. ده اللي كان بسبب المغنيسيوم والكالسيوم، ماشي. الذائبه في صوره املاح، طبعا املاح كربونات ما فيهاش كلام، املاح كربونات كنا بنرسبها على كربونات مغنيسيوم وكربونات كالسيوم. اللي بعده اي الاختيارات التاليه يعبر عن تحضير ماده متميعه يعني تمتص بخار الماء؟ التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم عادي هيطلع Na وCl، لكن مش ماده متميعه. تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض النيتريك، تصدق دي ماده متميعه، هيطلع NaNO3، دي ماده متميعه بنسبه 100%، ما فيهاش كلام. يبقى اجابتك هتكون يا صديقي باء. اي مما يلي لا يعبر عن استخدام لفلز البوتاسيوم؟ انتاج الاسمده، ده احنا عندنا سماد اسمه NBK بوتاسيوم. الخلايا الكهروضوئيه، ده هو مع السيزيوم كان بيعمل الموضوع ده، هو السيزيوم. اجهزه التنفس المغلقه، بيحول ثاني اكسيد الكربون لاكسجين. اجهزه الرؤيه الليليه، لا دي مش بتاعتك، دي بتاعت الروبيديوم يا نجم. يبقى اجابتك هتكون د، اجابتك هتكون د لانه قال لك لا يعبر. الاستخدامات مهمه يا اولاد. اي الاختيارات التاليه ينتج غاز يستخدم كعامل مختزل؟ طب ثانيه واحده بقى. ينتج غاز يستخدم كعامل مختزل. مين اللي يطلع غاز كعامل مختزل؟ بص معايا كده اهو. نيتريد ليثيوم اتحط في الميه يطلع LiOH زائد NH3. طب هل ده ينتج غاز يستخدم كعامل مختزل؟ لا طبعا لا، NH3. ذوبان هيدريد الصوديوم في الميه، طب تعالى نشوف. ده لو دوبناه في الميه يطلع NaOH زائد H2. طب ما ده عامل مختزل اهو، يبقى الاجابه هي هتكون ب. واضحه قوي، لان الهيدروجين يا اولاد عامل مختزل يقبل الاكسده.
تعال نكمل تاني. أي الاختيارات التالية يعبر عن مادة متميعة تمتص بخار الماء، الكلمة دي مهمة جدا يا ولاد، وتذوب فيه. بص، تدوب خلاص، ده واضحة قوي. تعال بس نشوف كده. ملح البارود، لا، ملح البارود مش مادة متميعة، الكلام ده خطأ. لكن مادة متميعة تمتص بخار الماء وتذوب فيه، أيوة، ملح بارود شلي، اللي هو مين؟ نترات صوديوم. بارود شلي يا أولاد دي مادة متميعة وتمتص بخار الماء وتدوب فيه، لكن الهالايت طبعا يقصد بها ال NaCl، لا. طب صودا الغسيل ده بالعكس، ده بيتحد بيه لكن مش يدوب فيه، عمل له 10 ميه كمان. البارود طبعا قلنا عليه نترات بوتاسيوم، الماده دي مش متميعه، ملهاش دعوه خالص دي. اي المواد التاليه تتفاعل مع الاحماض ويصاحبها حدوث فوران كشف الحمض؟ يحصل فوران. طب ثانيه بقى، تعالى نشوف مين اللي هيعمل فوران بقى. طب فوران يبقى بسبب ثاني اكسيد الكربون. طيب هيدروكسيد صوديوم، لا، لو اتفاعل مع الاحماض ما يطلعش، لكن كربونات صوديوم كربونات صوديوم Na2CO3 لو تفاعلت مع ال HCl حمض اهو، هيطلع ثاني اكسيد كربون، هيعمل فوران، يبقى الاجابه باء. يلا يا صديقي تعالى نكمل مع بعض. سؤال 14. اي الاختيارات التاليه يعبر عن ماده متميعه تمتص بخار الماء وتذوب فيه؟ بص يا صديقي، في عندنا نوعين من المواد المتميعه، يا اما بتدوب ودي يبقى لازم نترات، النترات بتدوب زي مثلا نترات الصوديوم. وفي نوع تاني لا يذوب ولكنه بيتحد بالميه زي كربونات الصوديوم. يعني كربونات الصوديوم هي ماده هي تمتص بخار الميه وتتحد به، لكن ماده يعتبر غير متميعه. خلي بالك دي ماده اهو بتتحد بالماء. اللي بعده. أي الفلزات التالية يستخدم أحد هاليداته في أجهزة الرؤية الليلية؟ يا ابني هو بعينه الروبيديوم. ليه يا مستر؟ أهو بروميد الروبيديوم، هو ده أجهزة الرؤية الليلية. سؤال حلو. أي الاختيارات التالية يعبر عن علاقة بين عدد الذرات N في جزيئات عناصر المجموعة 5A؟ مين ال 5A دول؟ تعالى نفتكر. نيتروجين كنا بنكتبه كده، فوسفور كنت بتكتبوه كده، زرنيخ، انتيمون كده، بعد كده بيزموت كده. طيب تعال نشوف يا ولاد، احنا كل ما بننزل لتحت العدد الذري بيزيد، صح؟ بس خلي بالك يا دكتور، في البداية في الحالة الغازية كان النيتروجين كان بذرتين اهو، بعد كده علينا عند الفوسفور اهو، ثم الزرنيخ علي كده، قلينا عند مين؟ عند البيزموت اهو. يبقى عندك هنا طلعنا من النيتروجين للفوسفور للزرنيخ، خلاص بقى فوسفور زرنيخ، انت سبته شويه اهو، ثم نزلنا خالص عند البيزموت، يبقى اجابتك الف، وهي دي الاجابه الصحيحه. اللي بعده 17. اي الاختيارات التاليه يعبر عن الترتيب الصحيح لتحضير غاز يدخل في تركيب الاحماض الامينيه؟ يقصد النيتروجين. واحده واحده. ألف، تسخين ملح البارود. لا، هو ملح البارود هتسخنه هيطلع ايه؟ مش بيطلع نيتروجين، لا، سيبك بس من ملح البارود ده خالص، عايزين حاجه فيها صوديوم. ملح بارود شلي سخن كده NaNO3، ده لما يتسخن يا قلبي يطلع نيتريت صوديوم. نيتريت الصوديوم لو جبت لها كلوريد امونيوم، اهي الماده دي، لو جبت لها NH4Cl يطلع النيتروجين على طول اهو. يبقى بارود شلي، اضافه محلول كلوريد امونيوم، صح، والتسخين صح. طب جمع الغاز ازاي؟ بازاحه الماء الى اسفل، ايوه جيم، لان يا اولاد النيتروجين لا يذوب في الماء، شهيه الذوبان في الماء، وكثافته اقل من كثافه الميه، فبتجمعه ازاي؟ بازاحه الماء الى اسفل. اكس واي وزد ثلاثه غازات عديمه اللون، ما لهمش لون. اكس ينتج من تسخين كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم. معلش نكتب المعادله. كلوريد امونيوم NH4Cl مع هيدروكسيد كالسيوم. المعادله دي بتاعت غاز النشادر، وده فعلا عديم اللون.
التاني تسخين كلوريد الامونيوم NH4Cl برضو واخده شاليه معانا، نيتريت صوديوم NaNO2. المعادله دي كنت بحضر بيها النيتروجين. حلو قوي السؤال ده. زد ينتج من تفاعل الغاز واي مع الاكسجين في 3000 درجه سيليزيه، يبقى ده حمض غاز اكسيد النيتريك. اي الاختيارات التاليه يعبر عن الكشف الرئيسي عن كل من الغازات اكس وزد على حده. اكس وزد. طيب تعالى نشوف كده. اكس ده النشادر عند امراره على محلول عباد شمس الاحمر، ده يكشف عنه يحوله الازرق. زد شظيه مشتعله، لو حطيت له شظيه مشتعله لن يشتعل. زد اللي هو الانه مش هيشتعل، لا، لانه انه ده غير قابل للاشتعال. اكس امراره بمحلول عباد شمس ازرق، لا مش هيحصل له حاجه. لو الازرق مش هيحصل له حاجه، احنا عايزينه احمر عشان يزرق، يبقى الف غلط ب غلط. انت معايا؟ اكس جيم اللي هي تعريض ولصاق مبلله بحمض الهيدروكلوريك، صح. علشان كده حمض الهيدروكلوريك ال HCl مع النشادر يطلع NH4Cl كلوريد امونيوم، دي سحب بيضاء، تمام. وبعد كده تعرضوا مع شظيه مشتعله، لا غلط، احنا قلنا ال NO ملهاش، لن يشتعل، ولكن تعرضه للهواء هي اللي صح، يبقى الاجابه د. طب ليه؟ لان ما تنساش ان ال NO لو تعرض للهواء هيتاكسد الى ثاني اكسيد النيتروجين اهو، ده بخار لونه بني محمر. 4 من المخطط التالي نيتريت امونيوم ماله؟ سخنه كده يطلع غاز النيتروجين مع المغنيسيوم يطلع Mg3N2، مع الميه يطلع NH3 غاز النشادر. طبعا عايز حد كده مركز وحافظ معادلاته كويس. اي الاختيارات يعبر عن كل من، معلش يا اولاد هنشيل واي ونكتب زد، خطأ مطبعي بس، اكس وزد. اكس غاز يستخدم في طريقة هابر بوش لصناعة النشادر، صح. زد غاز عديم اللون والرائحة يستخدم في تحضير الأسمدة، هو بس مش عديم الرائحة، الكلمة دي غلط، فألف كده غلط. اكس غاز متعادل التأثير على عباد الشمس، ويذوب في الماء بشراهة، كده غلط، يبقى ب غلط. جيم اكس غاز متعادل التأثير على عباد الشمس ولا يذوب في الماء، صح. زد غاز يذوب في الماء بشراهة، زد NH3 يذوب في الماء بشراهة وقلوي التأثير على عباد الشمس، صح، يبقى الإجابة جيم. ده وصف بين غاز النيتروجين وغاز النشادر. اللي بعده جميع التفاعلات الكيميائية التالية ينتج عنها غاز يكون سحبا بيضاء، اللي هو يقصد بيه ال NH3 يا أولاد. عند تعرضه لساق مبللة بال HCl ما عدا ذوبان نيتريد مغنيسيوم في الميه. ركز بقى معايا، يعني ال Mg3N2 لو دابت في الميه، بص كده تطلع لي ايه؟ تطلع لي MgOH/2 زائد NH3. طب ما يا جماعه ما طلع النشادر اهو، لا يبقى دي مش معانا لان النشادر طلع، احنا عايزين واحد ما يطلعش نشادر. تسخين خليط من ملح كلوريد امونيوم NH4Cl مع جير مطفي CaOH/2، لو سخنت هيطلع برضو النشادر. باشا احنا مش عايزين حاجه تطلع نشادر اهو، ما بيقول لك ما عدا، هو بيقول لك ما عدا كله ده هيطلع نشادر، احنا عايزين ايه اللي ما يطلعش نشادر. طيب الانحلال الحراري لمركب نيتريت الامونيوم NH4NO2 دي لما تنحل حراريا تطلع النيتروجين، وهي دي الإجابة. ده غاز مش هيطلع سحب بيضاء مع ال HCl. 21 أي الاختيارات التالية لا يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات كيميائية لتحضير سماد نيتروجيني. طيب بص بقى معايا، تسخين خليط من نيتريت الصوديوم ومحلول كلوريد الأمونيوم. تسخين خليط نيتريت صوديوم محلول كلوريد أمونيوم، حلو، هيطلع الخليط ده يطلع نيتروجين. تفاعل مع الأكسجين، لا طب ما كده هيطلع ال NO، لا طب ما تكملش بقى، ده احنا في ال NO كده وقفنا، ده يعتبر أكسيد حامضي هتفاعله مع حمض النيتريك، مفيش تفاعل. طب تسخين خليط من نيتريت الصوديوم ماشي ومحلول الأمون هيطلع ال N2. تفاعل الغاز الناتج مع الهيدروجين يطلع NH3.
NH3 يتفاعل مع حمض النيتريك، تصدق صح، ده يطلع NH4NO3. بس كده خلي بالك، هو بيقول لك لا يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات الكيميائيه لتحضير سماد نيتروجيني. يبقى كده خلاص اجابتي الف، يبقى كده اجابتي الف لان هي الخطا، لكن ب صح. خلاص هو بيقول لك يعني مين الغلط، مين اللي ما ينفعش. اللي فوق دي ما تنفعش، تحت طلع الامونيوم على فكره، وهنا هيطلع فوسفات الامونيوم NH4BO4 اهو، وهنا مع الكبريتيك يطلع سماد اسمه كبريتات الامونيوم. يبقى الوحيده اللي ما طلعتليش حاجه مظبوطه هي الف. 22 اي الاختيارات التاليه يعبر عن سبب استخدام معوجه زجاجيه عند تحضيرها. فاكرين المعوجه يا اولاد؟ المعوجه دي كده بص اهو، كانت المعوجه الزجاجيه دي كده اهو، عند تحضير حمض النيتريك في المعمل لها سداد زجاجيه. يعني ليه؟ طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ هل حمض النيتريك الناتج غاز طيار لا يمكن تكثيفه الا داخل معوجه؟ لا، هو مش غاز طيار، غاز مستقر. طب هل أبخرة حمض النيتريك مادة مؤكسدة قوية تتسبب في تآكل السدادات المطاطية؟ صح، دي مهمة قوي. فعلا يا أولاد مادة مؤكسدة دي مية نار، دي بتاكل أي حاجة، فطبعا هتاكل أي سدادة مطاطية هتحطها. سؤال 23 أي الاختيارات يعبر عن طريقة الحصول على سماد يحتوي على عنصرين من مجموعة ال 5A؟ طبعا يقصد بيها يا أولاد فوسفات الأمونيوم، ده السماد اللي كان فيه عنصرين من ال 5A. تفاعل الغاز الناتج من ذوبان نيتريد الليثيوم مع اي حاجه فيها حمض كبريتيك، لو سمحت شيلها لي، مش هينفع حمض كبريتيك حتى مع حمض النيتريك، مش هينفع. انا عايز حاجه فيها فوسفور. يبقى تفاعل الغاز الناتج من انحلال حمض النيتريك حراريا اللي هو يقصد ال NO2 هيتفاعل مع الفوسفور؟ لا غلط. طب تفاعل الغاز الناتج من تسخين كلوريد الامونيوم مع جير مطفي، طب ما دول هيطلع فعلا ال NH3، وال NH3 مع حمض الفوسفوريك يطلع فوسفات الامونيوم، يبقى الاجابه د. 24 المخطط التالي ادرسه ثم اجب. X مع O2 طلع Y، Y مع O2 طلع Z، واحده واحده. X مع O2 طلع Y يبقى ده اسمه ال NO، مع ال O2 مره تانية يبقى يطلع NO2، حصل له عمليه اكسده، ده ابخره لونها بني. طيب ابخره بني محمر. إذا علمت أن عنصر إكس يمكن تحضيره صناعيا بالتقطير التجزيئي للهواء المسال، خلاص أنا كده اتأكدت إن ده نيتروجين، خلاص كده أهو نيتروجين. أي الاختيارات التالية يعبر عن أعداد تأكسد هذه العناصر هذا العنصر في المخطط على الترتيب X Y Z؟ ماشي. الإكس عدد التأكسد كان هنا يا ولاد 0، هنا عدد التأكسد الأكسجين بسالب 2 يبقى النيتروجين بموجب 2 أهو، لأن المركب كله لازم يساوي صفر. طب ال NO2 عدد تأكسد النيتروجين هنا بموجب 4، ليه؟ لأن الأكسجين هيبقى بسالب 4، الأكسجين الواحدة بسالب 2، يبقى سالب 2 في 2 بسالب 4، يبقى لازم الناحية التانية يبقى موجب 4 عشان المركب كله يبقى بصفر. طيب يبقى إيه الترتيب؟ صفر موجب 2 موجب 4، صفر موجب 2 موجب 4. فين دي بقى؟ بصوا بقى دي خطأ بقى من عندهم هم، معلش دي من التقييمات يعني. فصفر موجب 2، معلش يا اولاد نكتب موجب 4، مش حاجه اسمها يبقى موجب 5، مفيش حاجه اسمها كده، يبقى صفر موجب 2 موجب 4 من اكس لواي لزد، بس ملهاش حل تاني. يبقى اجابتك ايوه اجابتك هتكون الف، اجابتك هتكون الف. خلاص يا اولاد شوف السؤال اللي بعده. 25 اي مما يلي يعبر عن سبب ظهور ابخره بنيه محمره في جهاز تحضير حمض النيتريك؟ اهو ابخره بنيه محمره يبقى لان NO2 اكيد انت قمت بتسخين لدرجه حراره اعلى من 100 درجه سلسيه. اكيد طالما انت بتسخن عند اعلى من 100 درجه سلسيه يبقى الحمض هيتكسر وبالتالي يطلع ال NO2 لونه بني محمر. 26 اي الاكاسيد التاليه لا يتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم؟ ركز، لا يتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم يبقى اذا هو قاعدي زيه، قاعده مع قاعده لا تتفاعل. النيتروجين ده حامضي يتفاعل، اكسيد الفوسفور يتفاعل لانه حامضي،
خامس اكسيد الزرنيخ يتفاعل، ممكن يبقى حميضي شويه وممكن يبقى واخد على سنه متردد. طب خامس اكسيد البسموت، البسموت لا يا ولاد لا يتفاعل لان ده قاعدي. هتقول لي طب ما هو قاعده ضعيف، ماشي بس قاعدي، يبقى اجابتك هتكون ايه؟ د. 27 اي من المحاليل المركبات التاليه يعتبر الاقوى قاعديه؟ الاقوى قاعديه، تعالى بس كده ناخدهم بالترتيب، رتب كده معايا دول الله يخليك. NH3 BH3 واللي بعده ASH3 واخيرا ايوه SBH3. بص يا صديقي، كل ما تنزل لتحت في دولة بتقل القاعدية. ليه بس كده؟ ليه بتهزروا معانا يا جماعة؟ تقل القاعدية، وخلي بالك مش القاعدية بس، تقل الذوبانية ويقل، اكتبهم ورايا، الثبات الحراري. من فضلك اكتبهم عشان تبقى حاجة كويسة يعني. طب مين الأقوى قاعدية؟ يبقى أول واحد يبقى غاز الأمونيا ال NH3. خلاص كده يبقى أول واحد. اللي بعده 28 أي الأكاسيد التالية لا يتفاعل مع الأحماض، إذن هو حمض زيهم فلن يتفاعل مع الأحماض. ثالث أكسيد الأنتيمون ده متردد، ده بيتفاعل مع أي حاجة. خامس أكسيد الفوسفور ده حمض، أكسيد حمضي، لن يتفاعل مع الأحماض نهائيا نهائيا. أي من المركبات يعتبر الأقل ثبات حراري؟ يا ابني احنا مش قلنا بدأناها من فوق بالأمونيا ونهيناها تحت بمين؟ فلو سألك أقل ثبات حراري انزل لتحت، يبقى الإجابة هتكون إيه؟ أيوة الإجابة هتكون يا صديقي د. خلاص كده؟ اللي بعده أي الأكاسيد التالية يتفاعل مع الأحماض؟ ثالث أكسيد النيتروجين ده أكسيد حامضي لن يتفاعل مع الأحماض. خامس أكسيد الفوسفور ده حامضي لن يتفاعل مع الأحماض. خامس أكسيد النيتروجين لن يتفاعل مع الأحماض. طب ثالث أكسيد الأنتيمون احفظ يا ابني ده SB2O3 ده متردد، ده متردد، طالما متردد لا يتفاعل يا دكتور مع الأحماض. أي من المركبات التالية يعتبر الأعلى ثبات حراري؟ تاخد واحد من اللي فوق أهو، يلا يبقى ال NH3، احنا فوق أهو صح؟ وبعد كده لما تنزل تحت يبقى مين؟ ركز معايا كده، تحت خالص يبقى ال SBH3، احنا شرحناه إن كل ما ننزل يقل، هو عايز الأعلى يبقى خد اللي فوق، يبقى غاز الأمونيا. 31 ركز بقى معايا، الأسئلة هتبدأ بقى تشد شوية وفي شوية تريكات كده حلوة في المسائل اللي جاية، فمن فضلك ركز. أي من الاختيارات التالية لا يعبر عن نظائر عنصر الكربون؟ لا يعبر عن نظائر عنصر الكربون. تعالى بس أقول لك هم مين نظائر عنصر الكربون. خلي بالك ركز كويس قوي. كربون هاخد بس أمثلة. كربون 16 6 كربون 6 فوق 17 وطبعا لا مش هنوصل لل 17، لا قلل لي شويه، الارقام دي بعدت قوي مننا. ركز كده معايا الارقام دي كبيره قوي. لا احنا خلينا كده في العادي، كربون 14 كربون 13 كربون 12 6، دول اسمهم النظائر. يعني ايه نظائر؟ يختلفوا في العدد الكتلي ويتشابهوا في العدد الذري، لها نفس الخواص الكيميائيه. طبعا ما هو كلهم كربون، هو قال لك لا يعبر يعني عايز الغلط. لها نفس العدد الذري، ايوه فعلا هم لهم نفس العدد الذري ما اختلفوش. جيم لها نفس عدد البروتونات، طبعا ما هو نفس عدد البروتونات تحت اهو، مش غيرنا يعني ولا ما غيرناش حاجه. لها نفس التفاعلات النوويه؟ لا بيختلفوا في التفاعلات النوويه. هي دي اجابتك، اجابتك هتكون د. سؤال حلو جامد جدا، جامد جموده قوي، جامد جموده قوي، يلا جامد جموده جدا جدا جدا. عنصر اكس 127 52 ثانية بس، أنا لازم أحلل الأرقام دي. إكس 52 و127 حبيبي، يبقى عدد البروتونات 52 في هذا العنصر ونظائره. يبقى معلش لما يسألك عن نواة نظير هذا العنصر أقول له خلاص ج ما تنفعش د ما تنفعش، لازم يبقى عدد البروتونات واحد. طيب حاجة تانية، النظير بيختلف في العدد الكتلي، تمام.
طب ايه هو العدد الكتلي؟ هو جايب لك هنا العدد الكتلي، كتب لك عدد النيوكلونات. طب ما النيوكلونات تشمل بروتونات ونيترونات، صح؟ طيب يبقى بص كده هجاوب ايه يا مستر؟ هو المركب ده 127، يبقى النظير هيبقى 126. لازم يختلف، بس يختلف في العدد الكتلي. خلاص، يبقى النظير بتاعه كام بقى يا دكتور؟ النظير بتاعه 126. اذا اجابتك هتكون ايه؟ ايوه، اجابتك هتكون الف. اهو بمنتهى البساطه، عدد النيترونات 126 ناقص 52 هتطلع معاك ب 74. بسيطه. ثلاث نظائر لنفس العنصر اكس، احدهما تحتوي نواته على 19 بروتون. ثانيه، طالما احد النظائر يحتوي على 19 بروتون النواه بتاعته، اذا يبقى كلهم العدد الذري بتاعهم ب 19 كلهم. فاي اجابه مختلفه تبقى غلط. فهنا طبعا هنا انا قلت كله 19، الف مش هتنفع، جيم مش هتنفع. اللي معانا يا اولاد في الصوره ب ودال بس، دول اللي هينفعوا. تمام. طب وبعدين بقى، الثاني تحتوي نواته على 21 نيترون. خلاص، طب ما انت بتقول لي 21 نيترون، انا قلت الاول كان يا عم 19 بروتون، مش عارفين عنه اي حاجه تاني. والتاني انت بتقول عليه بيحتوي على 21 نيترون. طب ما 21 نيترون هو اصلا عنده 19 بروتون، يبقى عدده الكتلي ب 40 بس. طيب التالت بقى تحتوي نواته على 39 نيوكلون. 39 نيوكلون وتحت 19. فإن مين من الاختيارات يعبر عن النظائر؟ بصوا انا مش فاهم يعني الامانه، ده سؤال من التقييمات، فانا مش فاهم هو مرتبهم بناء على ايه. هل هو مثلا بادئ مثلا فعايز يقول لك ان ده اكس وطبعا يعني ده العنصر الاول مثلا، بشوف يعني هو عايز يقول العنصر الاول وده الثاني وده الثالث مثلا كده، لان هو مش كاتب برضه. خلاص انا هاخدهم على الترتيب ده، ماشي. طيب يبقى هقدر اقول له ان ب اول عنصر هو اكس اللي هو 41، الثاني 40، الثالث 39، فاختار الاجابه ب بناء على ان ده الاول ده الثاني ده الثالث، ده يعني ده اللي فهمته، ده اللي وصل لي. 34 اي مما يلي لا يتاثر بالمجال الكهربي. مين متعادل التاثير؟ اشعاعات جاما وجسيمات بيتا. لا، بيتا بتتاثر لانها سالبه. جسيمات بيتا وجسيمات الفا. طب بيتا سالبه، الفا موجبه. لا دول كلهم يتاثروا، احنا عايزين لا يتاثر. ذرات الهيليوم اشعاعات جاما دول لن يتاثروا. ليه؟ لان ذرات الهيليوم متعادله واشعاعات جاما متعادله، يبقى دول التاثير مفيش، لن يتاثروا بالمجال الكهربي. متعادل، ذره متعادله. اوعى تقول لي الهيليوم بموجب، لا. لو قال لك الفا تقول له لكن ذره الهيليوم، خلي بالك احنا الالفا كنا بنعبر عنها بنواه الهيليوم وليس ذره الهيليوم. تفرق معانا في الكلام جدا، خلي كلامك دقيق. سؤال 5 ركز بقى معايا، بيقول لك اذا علمت ان طاقه الترابط النووي للعنصر اكس اهي، وطاقه الترابط النووي لكل نيوكلون اهي، ماشي، اي مما لا يعبر عن العنصر اكس. الواد الشاطر عارف القانون الخامس في المساله الطويله. قانون كان بيقول ايه؟ بص معايا، طاقه الترابط النووي لكل نيوكلون. هقول لك القانون اهو، بتساوي يا دكتور، بتساوي طاقة الترابط النووي كلها على العدد الكتلي. طب انا بسألك دلوقتي عن ايه؟ انا بسألك دلوقتي على العنصر اكس، يعني اكيد هسأل على العدد الكتلي بتاعه. ده هسأل على ايه؟ يعني العدد الكتلي. طب ما انت عندك طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون وعندك البي اي، طب ما تجيب لي الايه؟ حاضر، هقول له ايه بقى؟ بص بقى، الايه اللي هو العدد الكتلي بيساوي البي اي الكليه على طاقه الترابط لكل نيوكلون. يبقى البي اي لكل نيوكلون. طب ما حلو، نقسم على بعض. بص الرقم الكبير ده اللي هو كام؟ 123 823 اهو، اقسمه على 7 علامة 7 3 9. لما تيجي تقسم ده على ده هتطلع معاك، اعتقد هتطلع معاك ب 16. يبقى 16 صح.
يبقى اجابتك هتكون د. يلا يا صديقي ومكملين مع حضرتك كده، وركز بقى معايا. شوف سؤال 36 بيقول المخطط التالي يوضح العلاقة بين طاقة الترابط وعدد النيوكلونات لنظائر العناصر. طيب تعالى بس افهمك حاجة قبل ما نشتغل. ايه العلاقة؟ كلما زادت طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون بيزيد معاه على طول الثبات او الاستقرار. يزيد معاه الثبات او الاستقرار. طيب واحدة واحدة يا مستر، انت عندك 3 عناصر او عنصر له 3 نظائر. تعال نحسب كل نظير كده. اقول لك على حاجة، احنا عايزين نحسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون. دي طاقة الترابط بتاعته، يبقى 123.4 على 16 حسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون. طب هنا 127 على 17. طب التالت ده اللي بعده 131.88 على 18. احسب طاقة الترابط النووي كده لكل نيوكلون. يلا يا صديقي اعملها معايا وانا معاك اهو. اعملها معايا وانا معاك. الاولاني طلع معانا ب7.712. التاني طلع 7.5. التالت طلع 7.3. مين اعلى ترابط؟ اعلى ترابط ده اللي هو ال16 نظير ال16. اقل واحد فيهم ال18. يبقى نواة 17 اقل ثبات من 18. غلط، ده اعلى. نواة 16 اقل ثبات من 18. ده 16 اعلى واحد يا عم الحاج. نواة 18 اكثر ثبات. لا، هو احنا قلنا اكثر ثبات هو مين؟ ايوه 16. نواة 17 زد 17 اقل ثباتا من نواة 16. طبعا هي اقل لان 16 اعلى. خلاص كده. اذا علمت ان النقص في كتلة نواة العنصر ما يساوي 2 من 100 يو وحدة كتل ذرية، فإن طاقة الترابط النووي هقول له إيه؟ سهلة أوي. هتقول له يا ابني الإي بتساوي إم في 931 عشان جايبها لك باليو. فتقول له إن 2 من 10 931 تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 18.62 من 100 مليون إلكترون فولت. طبعا اجابتك هتكون د. كلام حلو قوي، كلام حلو قوي يا خالد. 38 اي مما يلي يعبر عن مقياسا مناسبا لدرجه الثبات النووي. انا قلت لك كل ما بتزيد طاقه الترابط النووي لكل نيوكلون بيزيد الثبات. طاقه الترابط لا. متوسط طاقه الترابط لا. طب طاقه الترابط النووي لكل نيوكلون صح. ما دي اللي احنا قاعدين نتكلم فيها يا اولاد، دي اللي قاعدين نتكلم فيها. سؤال 39 يتشابه تأثير المجال المغناطيسي على أشعة جاما مع تأثيره على. خلي بالك المجال المغناطيسي لأشعة جاما كان تأثيره أولا لا ملوش تأثير. ليه؟ لأنها كانت متعادلة. فإذا مين زيها بالظبط؟ أيوة هي النيوترونات. النيوترونات متعادلة. أشعة ألفا يأثر، بيتا يأثر، بروتونات يأثر، لكن النيوترونات ما يأثرش. أي مما يلي يعبر عن قيمة الكتلة المتحولة إلى طاقة تساوي 931 مليون إلكترون فولت. تعال نحلها. انت بتقول الاي عايزها تساوي 931 مليون إلكترون فولت. حلو. طب ما احنا هنا بنضرب في 931 صح. يبقى قيمة الام بكام؟ ما هو القانون بيقول ام في 931 ده الاي، هو عايزها تساوي 931. خلاص يبقى لو الام بواحد يو وحدة كتل ذرية يبقى يطلع ب 931 فعلا. يبقى الإجابة ج. عوض عشان تبقى فاهم. 1 يو في 931 931 مليون إلكترون فولت، هو ده اللي عايزه. 41 تتفق نظائر الهيدروجين في كل مما يأتي ما عدا عدد البروتونات يتفقوا. الخواص الكيميائية يتفقوا كلهم هيدروجين. جميع نظائرهم مستقرة بنفس الدرجة؟ لا. ما احنا قلنا في نظائر مستقرة وفي نظائر غير مستقرة. كل ما يزيد عدد النيوترونات بيقل الثبات ويقل الاستقرار. أي مما يلي يعبر عن الكتلة المتحولة، الله يخليك ركز، إلى طاقة. طبعا هو مديها لك هنا بوحدة الإيه؟ مديها لك بوحدة الجول. طيب واحدة واحدة كده علينا عشان نطلع الآلة بتاعتنا ونشتغل. ماشي.
السؤال اهو، ركز معايا نحلها مع بعض. طبعا انت بتقول له الاي بتساوي ام في سي تربيع، تمام. طب الاي عند حضرتك ب10، احنا عايزين الام، احنا ما عندناش الام. خلاص، يبقى نقسم ال10 على السي تربيع اللي هي بتساوي ايه؟ 3 في 10 أس 8 لكل تربيع. قانون، خلصنا. الناتج بتاعك يطلع ايه؟ ايوه، الناتج بتاعك يطلع على طول ألف. سهلة. ولازم يطلع الناتج يا صديقي بالكيلو جرام عشان استخدمت هنا الجول. اللي بعده 43. النواة الأكثر استقرارا هي التي تكون فيها تاني طاقة ترابط النواة الكلية أكبر ما يمكن؟ لا، مش شرط. كتلة البروتونات تساوي كتلة النيوترونات؟ لا. طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون، السؤال اتكرر أكتر من مرة، أكبر ما يمكن؟ أيوه، هي دي الإجابة. 44. أي مما يلي يعبر عن قيمة الطاقة الناتجة من تحول كذا جرام إلى طاقة. تعالى نلعبها لعبة حلوة قوي. تعملها إزاي؟ أنت مش مديهاني بالجرام، تعالى نحولها إلى طاقة. خلاص أهو، دي بالجرام، هقسمها عشان أحولها لكيلو جرام، تقسمها على 1000 وتضرب في مربع سرعة الضوء اللي هو 3 في 10 طبعا أس 8 لكل تربيع. احسبها كده يا صديقي وهتطلع معاك تقريبا 9 ايوه كذا 9 كده طالع معانا 9 علامة 99. بص يا قلبي، ها، جول. خلاص، يبقى إذن هي 10 جول، ودي جيم. خلاص كده يا صديقي. 45 بيقول أي مما يأتي يعبر عن رمز لذرة عنصر تحتوي نواتها على 5 بروتونات و6 نيوترونات. ثانية واحدة، أدي العنصر إكس عنده 5 بروتونات يعني عدده الذري 5، عنده 5 بروتونات و6 نيوترونات، يبقى 5 زائد 6 ده عدد الكتلي. يبقى العنصر إكس 11 5 11. فين إجابتي؟ 5 11. أيوة، الإجابة ألف. 46. إذا تحولت مادة كتلتها 1 جرام تماما إلى طاقة، 1 جرام إلى طاقة، فإن الطاقة الناتجة تساوي. هتقول له طب 1 جرام حولها للكيلو، معلش. هتقول له الإي بتساوي الإم 1 جرام على 1000 في مربع سرعة الضوء اللي هو 3 في 10 أس 8 الكل تربيع. يلا كده احسبها معايا يا صديقي. تطلع بكام بقى؟ تطلع بكام؟ أيوة 9 في 10 أس 13. هي دي إجابتك. واضحة وبسيطة وسهلة ومسألة مباشرة تاخد درجتها وانت مرتاح. بس هي الفكرة فيها التحويلة بس. معلش بقى يعني الصورة قلت جودتها شوية. جميع التفاعلات التالية تعطي أكسيد نيتريك ما عدا، أهو كلهم يدوا أكسيد نيتريك ما عدا. هقرا وركز معايا. بنعتذر يا أولاد عن الجودة بس بتاعت الكلام لأن جاية من التقييمات الأسئلة. تفاعل النيتروجين مع الأكسجين، نيتروجين مع أكسجين يطلع أكسيد نيتريك. طبعا طب ما طلع أكسيد نيتريك أهو، لا يبقى دي مش هتنفع وعايز ما عدا. إضافة خراطة النحاس إلى حمض النيتريك المخفف، طب ما هيطلع NO. إضافة برادة حديد إلى حمض نيتريك مخفف يطلع NO. إضافة خراطة النحاس إلى حمض نيتريك مركز يطلع NO2. خلاص؟ يلا يا صديقي نكمل مع بعض. أي الاختيارات التالية يعبر عن استخداما يستهلك 75 ل 85 المفروض يكتب في المية من إنتاج عنصر الفوسفور. طبعا يا أولاد 85% من صناعة الأسمدة، دي مهمة جدا، من صناعة الأسمدة. طيب أي الأكاسيد التالية يضاف لمنتجات الأخشاب والأقمشة لزيادة مقاومتها للاحتراق؟ احفظ معايا المادة دي، ثالث أكسيد الأنتيمون. دي يعني بتقلل من الاشتعال أو بتخلي وقت الاشتعال يعني ياخد وقت عشان حاجة تولع. السؤال حلو. 54. من المخطط المقابل أي الاختيارات التالية يعبر عن X و W؟ ثانية واحدة. حمض نيتريك يا ابني لما تشوف حرف ال L اللي هي ليكويد دي تقول له يعني ده مركز اتحط على مين؟ أكيد ده على نحاس. ما تجاوبنيش لأنه طلع غاز، والغاز ده أهو سوري الغاز ال W ده أكيد هو ال NO2. طب عرفت منين؟ يا ابني L يعني L عندنا في الكيمياء يعني مركز.
AQ يعني مخفف. خلاص كده يا صديقي؟ طيب يبقى خلاص اكس ده نحاس والغاز اللي طالع هو NO2، يبقى الإجابة ج. خلاص كده دي إجابتك أهو. أي أحد عناصر المجموعة VA يعني 5A يعني تم حظر استخدامه في صناعة المبيدات في بعض الدول المتقدمة منذ السبعينيات. ده الزرنيخ ده الكارثة السوداء. أي الاختيارات التالية يعبر عن استخداما حديثا لأحد مركبات هذا العنصر؟ طبعا احنا بنستخدم العنصر ده يا ولاد في صناعة الألواح الشمسية. بنستخدم عنصر الزرنيخ في صناعة الألواح الشمسية. أي مما يلي لا يعبر عن أحد خواص حمض النيتريك؟ لا يعبر. يتفاعل مع الفلزات التي تلي الهيدروجين في المتسلسلة النشاط الكيميائي زي النحاس. يتفاعل مع الفلزات التي تسبق الهيدروجين في المتسلسلة زي الحديد. بص هو بيتفاعل مع كل. يذيب المخفف منه الحديد ويتصاعد غاز يشتعل بفرقعة. لا حاسب. هو الغاز اللي كان بيطلع لما كان بيتفاعل مع الحديد هو الأكسيد النيتريك، ده لا يشتعل بفرقعة، أصل ده مش هيدروجين يعني. اللي بعده من المخطط التالي إذا علمت أن الغاز زد أحد أكاسيد النيتروجين. ماشي، ما اعرفش مين هو، اصبر عليا. اكيد الماده دي نيتروجين في حاله تاكسده موجب 2. ده قال لك موجب 2 يبقى ده يقصد ال NO يا معلم. ودي عرفتها ان ازاي؟ من التركيب بتاعها اهو. طيب بص بقى معايا. طيب مين بقى الكلام على مين؟ اكس وزد وواي. طب تعالى نقول ده نيتروجين يبقى ده اكسجين. طب تفاعل مع الحمض المخفف وطلع نيتريك، اكسيد نيتريك، يبقى ده ممكن يكون حديد او نحاس. اي الاختيارات التاليه يعبر عن. طيب احنا قلنا اكس اكسجين خلاص، يبقى ج غلط، ده الغلط. ماشي. اكس اكسجين، زد NO، واي حديد، يبقى اجابتك يا صديقي هتكون الف. واضحه واضحه وما فيهاش اي مشكله يا اولاد تماما. اي الفلزات التاليه يعطي ابخره بنيه محمره يعني يدي NO2 مع حمض النيتريك المركز. مين يا ابني بيتفاعل مع المركز؟ مفيش غير النحاس. الألمونيوم لا، كروم لا، حديد لا، مفيش غير النحاس هو اللي بيتفاعل مع المركز. من المخطط التالي إذا علمت أن الغاز زد أحد أكاسيد النيتروجين في حالة تأكسده موجب 2 يبقى NO. ماشي، بس هنا بقى لعبة. بص دبليو، ماله دبليو يا دكتور؟ دبليو انتهى 2B4. مين اللي بعد النيتروجين؟ ده الأكسجين يا عم، ده الأكسجين انتهى بالتوزيع الإلكتروني B4 أكسجين. طب اكس يبقى اكس نيتروجين. طيب تفاعل مع الحمض المخفف، خلاص ده ممكن يبقى حديد وممكن يبقى نحاس. اي الاختيارات يعبر عن اكس وزد وواي؟ خلاص احنا قلنا يا اولاد اكس هيبقى نيتروجين المره دي، اكس هيبقى نيتروجين. خلاص كده في خطأ، معلش بعتذر عن الخطأ. بصوا اكس خصم يومين للاسيستنت او 4 ايام للاسيستنت، خصم 4 ايام ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ده انتوا ايه؟ اكس هو النيتروجين خلاص. زد هو مين؟ زد هو ال NO. تمام يا مستر. طيب واي هو مين؟ واي هو مين؟ خلاص بقى واي هو يبقى النحاس، يبقى اجابتك الف. يبقى خلي بالك احنا قلناها اهو، انت مش محتاج اختيارات. اي الفلزات يتفاعل مع حمض النيتريك المركز والمخفف؟ ما عندناش غيره حبيب قلبنا النحاس، مخفف ومركز. من المخطط التالي إذا علمت أن الغاز زد أحد أكاسيد النيتروجين في حالة تأكسده موجب 4. لا يا ابن اصحالي، طالما قال لك موجب 4 يبقى ال NO2 ده اللي بيطلع أبخرة بنية محمرة، وواي يتفاعل مع الحمض المركز يبقى ده نحاس. خلاص هو اتقفشت، ما تكملش بقى، ما تكملش. واي نحاس، زد NO2، يبقى خلاص مين دبليو؟ مين دبليو؟ أكيد NO، بس يبقى الإجابة ج. عرفتها على طول من اول ما قال لي ايه؟ حمض مركز كونيك، يبقى مفيش غير النحاس. جميع العناصر التاليه تقاوم تاثير حمض النيتريك المركز عدا النحاس يتفاعل معاه. النحاس يتفاعل معاه لا يقاوم. وبكده يا صديقي اكون خلصت لك كل الاسئله، وكنت منزل لك كمان فيديو شرح
في كل تريكات الباب التاني. انتظرني يا صديقي في مراجعة جديدة. ما تنسوش منزل لكم وعامل لكم شغل محترم جدا 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 في مراجعة ليلة الامتحان، طبعا المراجعة النهائية اللي ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم على خير يا اولاد، ربنا معاكم، دعواتكم، وما تنسوش تذاكروا كويس وتطمنونا عليكم بعد الامتحان. ربنا معاكم، بالتوفيق دايما. اخوكم الدحيح الكبير، اشوفكم على خير، مع السلامة.